السلام عليكم حبايبي الصف الرابع، معاكم اسمها. النهارده هناخد الدرس الثالث اللي بيتكلم على المشاركة في صنع القرار في بلدنا. تعالوا مع بعض نشوف الدرس بيحكي عن ايه. اول حاجة قبل اي حاجة لازم اكون عارف يعني ايه صنع القرار. طبعا كده قلمك في ايدك، وطبعا لان السؤال ده بيجي يقول لك ما المقصود بصنع القرار. خلينا نقرا مع بعض ونحاول نفهمه واحدة واحدة. صنع القرار ان هو تحديد بدائل متعددة واختيار الافضل منها لحل مشكلة ما او تحقيق هدف معين. يعني ايه؟ يعني ان انا يكون عندي كذا اختيار لحل مشكلة. طيب الكذا الاختيار دول انا المفروض اختار منهم الافضل، او ان انا يكون عندي حاجة تانية احققها. طيب قد يتخذ القرار يا اما بواسطة فرد واحد، او يشارك بمفرده، يعني انت تاخد قرارك بمفردك لوحدك، او يشارك في صناعة القرار مجموعة من الاشخاص، او ان هو يكون احنا شوية مجموعة كده من الاشخاص كده اهو هنشارك كلنا وناخد قرار ايه مناسب. طيب بيقولك يعني ايه المشاركة اصلا في صنع القرار؟ مشاركة في صنع القرار تعني إشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم ومجتمعاتهم. زي ايه؟ مش فاهم يا مس. زي مثلا انتخابات الرئاسة، هو المفروض ده قرار لوحدك انت بتاخده، ولا احنا كلنا بننزل بندلي بأصواتنا؟ هي دي نفس الفكرة. يعني هي الفكرة كلها برضو هي إشراك المواطنين، ان حضرتك تشترك في ايه؟ في عملية اتخاذ القرار اللي بتأثر على حياتك وحياة المجتمع. طيب هو مين الأفضل، القرار الفردي ولا القرار الجماعي؟ بص كده، القرارات الجماعية مالها؟ تساعد في تحقيق الأفضل للجميع. ان احنا ناخد رأي بعض وان احنا كلنا نشارك في نفس الحاجة، ده بيساعد على تحقيق الافضل للجميع. طيب في عندي هنا حقيقة تاريخية دي مهمة يا مس. ساعات بتجيلك من ضمن صح وغلط. بيقول لك ايه؟ ضربت حرب السادس من اكتوبر 73 1973 اروع الامثلة على المشاركة في صنع القرار. دلل، يجي يقول لك دلل ويجي يقول لك صح وغلط برضه، خد بالك. يقول لك ايه؟ حيث شارك جميع قادة الجيش في ايه؟ في اتخاذ قرار حرب 73. يعني مش واحد بس اللي خد القرار، لا ده كل القادة. مع ايه؟ شاركوا مع مين؟ مع القائد الاعلى للقوات المسلحة، اللي هو مين في الوقت ده؟ كان رئيس الجمهورية وهو الراحل محمد انور السادات. ده اللي هو الراحل محمد انور السادات. طيب فيجي يقول لك صح وغلط. يجي يقول لك هنا ايه؟ اتخاذ القرار بشكل فردي يساعد على تحقيق الافضل للجميع. هو اصلا بيقول لك فردي، هيبقى افضل للجميع ازاي يعني؟ لا طبعا غلط. طيب شارك قادة الجيش مع الرئيس جمال عبد الناصر في اتخاذ قرار حرب اكتوبر. هو اللي هو الرئيس جمال محمد عبد الناصر، جمال عبد الناصر هو اصلا توفى اصلا قبل الحرب بتاعه 73، فدي غلط. طيب نكمل مع بعض. طيب هنا بيقول لك خطوات صناعة القرار السليم. ازاي اقدر اخد قرار وابقى عارف ان هو صح؟ عشان تصنع قرار سليم لازم تمر بعدة خطوات. كم خطوة؟ عندك 7 خطوات اهو. 1 2 3 4 5 6 7. طيب ايه اول حاجة؟ اول حاجة معاك احدد المشكلة. طيب والهدف منها ايه؟ طب تاني حاجة جمع المعلومات. تالت حاجة وضع بدائل لحل المشكلة او تحقيق الهدف منها. التفكير في ايجابيات وسلبيات كل بديل، لازم اكون متوقع ايه اللي ممكن يحصل حلو وايه اللي وحش. طيب اختيار افضل البدائل. تنفيذ القرار البديل او المناسب. معاودة اختيار بديل آخر في حال لم يصلح البديل الذي تم تنفيذه. عارفين ان لما نيجي نقول ايه الخطة ايه ما نفع، الخطة ايه ما نفعتش، طب اختار الخطة بي. هي دي نفس الفكرة دي، معاودة اختيار بديل. طيب لما يجي يقول لك والله هو التفكير في الإيجابيات والسلبيات، دي رقم كام؟ دي رقم 4 على فكرة، خد بالك. ده يعني قبل اتخاذ القرار، دي حاجة مهمة. طبعا حاجة مهمة. طب ليه؟ بما تفسر. ليه؟ قالك لأن ده يساعد في اختيار القرار الصحيح وتجنب الوقوع في الأخطاء. يبقى انت لما تفكر في السلبيات والايجابيات ده بيساعدك في ايه؟ هيساعدك ان انت تختار قرار صح. طب وبعدين؟ وهيتجنب الوقوع في الاخطاء. شايف هنا السؤال جاي لك ازاي؟ بص بقى بيقولك فسر اهمية التفكير في الايجابيات والسلبيات. هتقول له ايه الاجابة؟ الاجابة لان ذلك يساعد على اختيار القرار الصحيح وتجنب الوقوع في الاخطاء. طب اديني نموذج بقى ان انا على المشاركة في صناعة القرارات في حياتك عامة. اصلا احنا هنجيبها واحده واحده. على مستوى الاسره هنبدا كده، على المستوى الايه المجتمع الصغير بتاعك. هي اصلا انت لما بتاخد قرارات
في على مستويات مختلفة. بص كده هنا على مستويات مختلفة. اول حاجه احنا يجي مثلا يقول لك ايه، اديني مثال، او يجي يجيب لك الحاجه يقول لك ايه تحديد مكان قضاء الاجازه ده، يجي يقول لك ده نموذج على المشاركه في صنع القرار في على مستوى ايه، المفروض انت تقول له على مستوى الاسره. طيب تعالى بقى اديني كده، هنا بيقول لك هنا ايه، قول لي الامثله. قد تتخذ الاسره قرارات كثيره معا. زي اول حاجه تحديد مكان قضاء الاجازه، تيجي كده ماما وبابا يتجمعوا، ها هنروح نصيف فين السنه دي، ايه رايكم نخرج نروح فين. هي دي نفس الفكره. ماما وبابا ياخدوش قرار لوحدهم، بياخد رأينا كلنا. طيب شوف كده، وضع قواعد تنظيم الوقت. احنا مش هنسيبها كده مفتوحة، احنا هنصحى الساعة كذا، احنا هننام الساعة كذا، احنا مش هنسهر، ماما تقول لكم لا احنا ما ينفعش نسهر، ها ايه رأيكم هننام الساعة كام كده. الاتفاق على شراء اشياء مهمة للمنزل، ايه رأيكم نشتري ايه للبيت، ايه رأيكم كده. طيب اختيار مدرسة جديدة لأحد الأبناء، ده حاجة لازم كلنا بنشارك فيها. طيب هو ان انا علشان خاطر يقولك مشاركة الجميع في صنع القرار، طب ايه اللي هيترتب على ذلك؟ يعني ليه مش واحد بس هو اللي ياخد القرار، وانا استفدت ايه لما احنا كلنا نشارك، الجميع هيشارك. قالك يا سيدي ده يجعلنا نتعلم التعاون وتحمل المسؤولية، هتبقى بني ادم متعاون وتتحمل مسؤوليتك. يعني مثلا انا هنا تنظيم الوقت ده، انا لما اتعود ان انا ابقى مسؤول ان انا هصحى في الوقت، في ان عندي مهام معينه لازم اعملها في البيت، لازم ابقى مسؤول مثلا عن النظافه، مسؤول عن الغرفه بتاعتي، كل ده بيعلمك ايه، تحمل مسؤوليه، وغير كده وكده التعاون. تمام. طيب بص كده على الحته دي، التدريب على مهارات اتخاذ القرار، ده بيصنع منك ايه، هيعمل منك ايه، ان انت تعرف تاخد قرارك بنفسك، انسان مسؤول. مهم على فكره الحته اللي انا بقولك عليها دي، انسان مسؤول ده هي هتلاقيها لك جايه ورا في الاكمل، والسؤال ده هتلاقيه ورا. طيب تعالوا كده نكمل، احنا كل ده على مستوى الاسره. طيب بص هنا بيقولك ايش في السؤال ده، وضح اهمية مشاركة الابناء في صنع القرارات، ده هيساعدك في ايه، ده هيساعدك حضرتك ان انت تتعلم التعاون وهتصنع انسان ايه، مسؤول. انا لسه حالا قايلاه. طيب لما يجي يقولك اذكر موقف شاركت فيه في صنع القرار داخل اسرتك، ابسط الامور اهو، تحديد مكان قضاء الاجازة. طيب احنا كل ده على مستوى الاسرة، طب الموضوع كبير بقى شوية، احنا على مستوى المدرسة. ايه المدرسة اصلا، المدرسة ده مكان مهم. ايوه ماله، بنعمل فيه ايه، بنتعلم فيه ونتشارك في صنع بعض القرارات داخلها. تاني تاني ايه هو المدرسة، المدرسة مكان مهم نتعلم فيه ونتشارك في صنع القرارات، بعض القرارات داخلها. طيب اديني مثال. اديلك مثال يا سيدي، بيقولك هنا اقتراح قواعد الصف مع معلم الفصل. اتنين اختيار قائد الفصل، عارفين الانتخابات اللي بتحصل كل سنة اللي هو نختار الرائد ومين المساعد بتاعه ومين اللي مسؤول عن كذا في الفصل، دي من ضمن القرارات اللي بناخدها على مستوى المدرسة. طيب اختيار نشاط مدرسي نشارك فيه، كل دي حاجات قرارات على مستوى الايه، المدرسة، لازم اكون عارف عشان بيجي يسألك. طيب قالك المشاركة بتعامل منك ايه، هتخليك تحس بايه، بالمسؤولية، وهتفهم معنى التعاون لان انت مش بتاخد القرار لوحدك. طيب وايه كمان، واحترام اراء الاخرين، لان مش رأيي بس اللي هيكون موجود، في اراء تانية انا ممكن ما تكونش يعني متفقة مع رأيي وانا لازم احترمه. طيب وغير كده وكده هتنمي عندك مهارة ايه، مهارة القيادة. يبقى انت عندك 3 حاجات، تعاون، احترام اراء الاخرين، مهارة القيادة. طيب لما يجي يقولك ما العلاقة بين المشاركة في صنع القرارات داخل المدرسة وتنمية مهارات القيادة لدى المتعلمين، هتقول له ايه، هتقول لي لان المشاركة في صنع القرارات داخل المدرسة تعمل على تنمية مهارات القيادة لدى الايه المتعلمين. يعني الاجابة ايه، الاجابة زي ما هي مكتوبة كده اهو، وهتقوم كاتب لي اهو تعمل على، وهتكمل الجملة بتاعتك اللي هي ايه، تنمية الايه، تنمية مهارات القيادة لدى المتعلمين. طيب اول حاجة عندك هنا بقى، يجي يقولك هنا بعد كده على مستوى المجتمع، هو ايه على مستوى المجتمع، ايه اللي حصل. طيب بيقولك هناك قرارات فردية او جماعية، ده احنا في المجتمع، احنا خلصنا الاسرة وخلصنا المدرسة، احنا دخلنا على الايه، على المجتمع. في قرارات فردي وقرارات اجتماعية بتؤثر على المجتمع ككل، وتتعلق بالحياة العامة. طيب زي ايه، تعالوا كده نشوف كده مع بعض. واحد اختيار رئيس مجلس المدينة او رئيس الوحدة المحلية في القرية، ده على مستوى المجتمع.
ده قرار فردي ولا جماعي؟ ها، فكر كده ونشوف. هنا قرار بناء حديقة او انشاء مستشفى، ده هيكون قرار فردي ولا جماعي؟ طبعا كل ده جماعي، كل ده جماعي. طب المشاركة في المبادرات العامة زي حملات زراعة الاشجار والنظافة، ده قرار فردي، قرارك انت طالع من جواك، انا هشارك ولا مش هشارك، هي كده كده المبادرة موجودة. طيب ما يجي يقولك هنا اقترح مبادرة مجتمعية تساعد في تطوير الحي او القرية اللي انت ساكن فيها، اقول له ايه؟ حملة زراعة الاشجار. طب انا هتعلم ايه برضو؟ تعلمنا ايه يا ولاد؟ هنتعلم احترام اراء الاخرين. طيب ده بيساعدك في إيه؟ انا لما احترم رأي الاخر يعني هيعزز عندي روح الفريق والتعاون، هعرف اتعاون. طب ايه اصلا اهمية صنع القرار؟ دي حاجة مهمة في ايه؟ بيساعدك اصلا صنع القرار على عيش حياة افضل. ازاي؟ قالك انت لما هتشارك في صنع القرار هتتعلم كذا حاجة. اول حاجة ان انت تحل المشكلة، هتحس بالمسؤولية، هتتعاون وتحترم الاخرين، هتعزز ثقتك بنفسك، هتحس ان انت مهم يعني، احترام اراء الاخرين. طيب لما يجي يقولك هنا كل قرار تتخذه له نتيجة وعلينا ان نتحملها ونتعلم منها، تمام كده؟ هنا بيقولك اذكر لي قرار مهم في حياتك، حدد قيمة واحدة اتعلمتها من الدرس، واذكر موقف طبقت قيمة واحدة اتعلمتها من الدرس. انا اتعلمت ان صنع القرار بيساعدني على احترام الاخرين او تعزيز الثقة بالنفس. طيب لما يجي يقولك هنا صناعة القرارات تساعدنا على عيش حياة افضل، طبعا علينا رفض تحمل النتائج السلبية، انت ما ينفعش ترفضها، انت لازم تعالجها. لا طبعا ما ترفضهاش. زراعة الاشجار في حديقة المنزل هي احدى المبادرات العامة، هي مبادرة فعلا وانا شاركت فيها، ان انا خلاص احنا كلنا مهتمين ان احنا نزرع الاشجار. انشاء المستشفيات هو قرار على مستوى المجتمع، طبعا. ما النتائج المترتبة على مشاركتنا في صنع القرار؟ النتائج اللي ترتبت على كده احساسك بيه، اللي هو هتتعلم بيها الشعور بالمسؤولية، التعاون والاحترام وتعزيز الثقة بالنفس واحترام آراء الآخرين. طيب يبقى احنا كده حلينا مع بعض الأسئلة اهو، وعندك دي أهم المصطلحات، وأهم المصطلحات عندك صنع القرار، وعندك المشاركة في صنع القرار. ايه هو التعريف ده وايه هو التعريف ده؟ صنع القرار تحديد بدائل متعددة واختيار الأفضل منها، ليه؟ علشان أحل المشكلة بتاعتي أو أحقق هدف معين. طيب المشاركة في صنع القرار، ايه بقى هو برضو المصطلح ده؟ اشراك المواطنين، ان كلنا هنشترك في حاجة، ايه هي؟ عملية اتخاذ القرار اللي بتأثر على ايه؟ القرارات دي هتأثر على حياتنا وعلى المجتمع بتاعنا. ادي الدرس خلص، ان شاء الله بإذن الله هنزل لك برضو فيديو لحل الأسئلة.